تعمل ايه لو تعرضت للاحتيال الالكتروني؟ لو بعت بيانات الفيزا بتاعتك لشخص ما او لموقع ما واكتشفت ان في مبالغ عماله تتسحب منك بعدها، اول حاجه فورا لازم تعملها انك تتصل بالبنك بتاعك، احكي لهم الحكايه كامله بكل التفاصيل. هما هيقدروا انهم يوقفوا الحوالة من عندهم لو مجرد انك بعت فلوس، لكن لو كان متاخد بيانات الفيزا بتاعتك بيقفلوها عشان ما يتسحبش منها فلوس اكتر من كده، وبيقدروا انهم يجمدوا عمليه السحب والفلوس ما بتتحولش. ولو مثلا الشخص المحتال ده خد منك البيانات بتاعه الفيزا واشترى حاجات على طول، بيقدر البنك انه يوقف عمليات الشراء دي والفلوس بتاعتك ما بتخرجش حتى لو كانت جات لك رساله انها بالفعل اتحولت. والجميل ان كمان البنوك دلوقتي بتقدر انها تتواصل مع بعضها وتوقف عمليه التحويل، يعني حتى لو الفلوس خرجت وراحت على حساب الشخص المحتال ده بيقدر البنك بتاعك انه يتواصل مع البنك التاني ويوقفوا سحب الفلوس من الحساب. فاهم حاجه دلوقتي انك اول ما تشوف رساله سحب الفلوس انك تتواصل فورا مع البنك بتاعك. وخلي بالكم يا جماعه، في اوقات كتير قوي ناس بتتصل بالبنوك وبتطلب مساعدتهم، لكن للاسف بيكون الموظف عايز يريح دماغه فيقول لك روح يا فندم قدم بلاغ، فلازم بقى انت وقتها انك تضغط عليه وما تقفلش معاهم غير لما تتاكد انهم جمدوا حسابك، ولو بالفعل الفلوس خرجت من عندهم انهم يتواصلوا مع البنك التاني عشان يوقفوا عمليه السحب. حضرتك لازم تكون عارف ان ده حقك، فلازم تضغط على الموظف لحد ما تاخده، حتى لو اضطريت انك تكلم المدير بتاعه، ولو ما وصلتش معاهم لاي حاجه تقدر انك تشتكيهم في البنك المركزي. طب لنفترض ان خلاص كان فات الاوان وبالفعل النصاب او المحتال ده سحب الفلوس، هنا بقى لازم فورا تقدم بلاغ للشرطه، وبيساعدوك في تتبع الشخص المحتال، وفي حالات كتير جدا بيقدروا انهم يوصلوا له، لكن خلي بالك كل ده هيكون في مصلحتك جدا لو تم في اسرع وقت بعد اكتشافك للاحتيال على طول. يعني اهم حاجه في كل ده التصرف بشكل سريع. وفي الاخر في رعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.